السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. الفيديو النهارده هكلمكم عن سؤال سأل قبل كده من حد بره، يعني مش على اليوتيوب، بس هو حد كان سأله لي. يعني هل ينفع ان سلك الانترنت، بمعنى ان انت لو عندك سلك انترنت زي ده بتاع كابل ايثرنت يعني زي ده، تنفع ان حضرتك تستخدمه في توصيل مثلا انترنت للتليفون الارضي؟ يعني تستخدمه بدل سلك التليفون الارضي اللي هو بتاع المصرية مثلا، يعني تستخدمه بدل الاسلاك. هوريها لك دلوقتي. تستخدمه بدل الاسلاك دي. السؤال بكل سهولة. هو في حد ذاته حلو انك تستخدم الحاجة اكتر من مرة. طبعا يعني اغلبنا مبقاش يستخدم الكلام ده، كل الاعتماد دلوقتي على الواي فاي وكده، فاستخدامات الحاجات دي بيبقى من النادر يعني. بص يا سيدي، الاجابه بكل سهوله ينفع تستخدمه. طيب ازاي؟ هقول لك ازاي. كابل الانترنت او الايثرنت بيبقى فيه 8 اطراف، تمام؟ بيبقى مثلا موجود زي ما انت شايف كده، اللي هو الاخضر والابيض اخضر والابيض بني والازرق والابيض ازرق والبرتقالي والابيض برتقالي. طب انت عشان تستخدمه، هل من المنطق يعني ان انت تستخدم سلكين بس؟ يعني زي التليفون الارضي تستخدم سلكين بس؟ لا، الكلام ده مش تمام قوي. بص، انا في نظري، في رأيي انا بقى الشخصي، لازم تستخدم كل 4 اسلاك مع بعض. ليه كل 4 اسلاك؟ لسببين. اول سبب ان اسلاك الانترنت دي 90% منها بيبقى موجود فيها 4 اسلاك بيكونوا معدن، 4 اسلاك بيكونوا نحاس، و4 اسلاك بيكونوا حديد، علشان التكلفة وكده. 90% منهم. والسبب التاني انك ما انتش ضامن ان مثلا السلكين اللي انت هتستخدمهم دول هيكونوا سلام، ممكن تصادف معاك ان هم مقطوعين، عادي بيحصل. فانت عشان تكون يعني ضامن الدنيا انها تشتغل معاك تمام، هتجدل كل 4 اسلاك مع بعض، تقشرهم وتجدلهم بالشكل ده. يعني كل 4 اسلاك هنجدلهم مع بعض بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بس حضرتك لازم تركز على حاجة، وهي ان انت الاسلاك اللي انت جدلتها مع بعض، من هنا مثلا، انا بس شغال سريع بوريك مش اكتر يعني، بس انت كده كده بتبين النحاس بتاعهم وبتجدلهم مع بعض بالشكل ده. بمعنى ال4 الوان اللي انت خدتهم هنا تاخدهم على الناحية دي، الناحية التانية، تمام؟ وال4 اطراف التانيين مثلا احنا هنجدلهم مع بعض كده، بحيث ان يديلك في المحصلة او المجمل ان انت كأنك معاك سلكين بس تقدر انك تستخدمهم وتوصل بيهم. يعني نفس الناحيتين دول هتعمل زيهم مطابقين بالظبط لهم على الناحية التانية اللي انا لسه ما عملتش فيها حاجة، وتوصلوا معاك بكل سهولة على الوصلة اللي هي الصغيرة بتاعة التليفون الارض كده. يعني انت مالكش دعوة بقى بالناحية اللي انت هتديها للفني، يعني الفني كده كده انت بتديله الفردة من السلك بوصلها لك عادي، تمام؟ توصل على وصلة التليفون الارض كده، اللي هي بتاعتك في البيت، بيبقى فيها سلكين، كل سلك توصله في ناحية بالشكل ده، وبكده انت وفرت 8 سلك المصرية اصلا. لان سلك المصرية ده ممكن يتباع لك المتر منه بوصل ل 8 جنيه عادي، يعني ما تستغربهاش، لا بوصل للسعر ده. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.